بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهارده هنتكلموا يعني شايفة الاكتئاب هايم كده على الشرق الأوسط والحروب في ظل الحروب اللي بتحصل دي كلها. إن شاء الله بإذن الله مش هيكون في حروب زي ما أنتم فاهمين، وهنكونوا مستقلين وهنكونوا كل بلد ليها سيادتها ولها جيشها ولها أسلحتها ولها كل ملتزمات الحياة الكريمة بين جميع الدول العربية. أنا شايفة كده غيوم كبير كده، وشايفة الاقتصاد. يمكن الاقتصاد زي ما أنتم شايفين في العالم كله يعني مضروب في مقتل زي ما أنتم شايفين كده. فإن شاء الله بإذن الله يعني اللي أنا باقوله لكم عاوزاكم كده. الحياة جميلة مش وحشة، الحياة جميلة وربنا خلقها لنا جميلة، إحنا اللي بنوحشوها، إحنا بإيدينا إحنا بنوحشوها. فعاوزاكم كده كدول العربية كلها أشوفها في اسكندرية كده، يعني زي ما شفتوا ماكرون هو ما فيش حراسة عليه، ما فيش أي حاجة عليه، بيجري في شوارع اسكندرية، بيعمل رياضة الجري في اسكندرية، آمن مطمئن. وزي ما قلت لكم ادخلوا مصر، ربنا ما بيقولش حاجة كده في كتابه، كل كلمة قالها ربنا في كتابه صدق، صدق مليون المية. ادخلوا مصر آمنين. عاوزاكم تيجوا كلكم في صيف 26، الدول العربية كلها بدون استثناء، والدول الغربية كلها بدون استثناء، والأوروبية كلها بدون استثناء، تيجي تشوف اسكندرية وتيجي تشوف شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي. اسكندرية مارية وترابها زعفران. مش عاوزة الاكتئاب الحايم بين الدول ده. هم قاصدين يعملوا كده فينا، قاصدين يضربونا في مقتل في الاقتصاد، قاصدين يعملوا لنا حالة نفسية مزرية للغاية. فعاوزاكم تيجوا تشوفوا مصر الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر القديمة بتجمع بين تحفتين تحفتين، القديم مع الحديث. مصر اتغيرت 180 درجة، والآن يمكن كل هم مصر إن رفع مستوى معيشة المواطن المصري واستقراره في بلده.